السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام البنات، صافا لاباس عليكم؟ اموركم بخير وعلى خير؟ 5 ايوا نتمنى من الله انكم تكونوا دائما بخير وعلى خير يا ربي، والله يوفق الجميع والله يحن على الجميع، واللي كيتمنى شي حاجه الله يوصلوا ليها. رمضان مبارك كريم ان شاء الله يا ربي، الله يدخلوا لنا بالصحه والسلامه وطول العمر، واللي كيتمنى شي حاجه الله يوصلوا ليها، واللي كيتمنى شي حاجه الله يحقق ليه داكشي اللي كيتمنى واكثر من داكشي اللي كيتمنى. اليوم ان شاء الله بخصوصا حنا في الاجواء د رمضان، فكل واحد وشنو كيحب يوجد. حنا عارفين ان المائده الرمضانيه يعني كنضلوا نتشهاو كل مره وكنحيروا بعض الايام شنو غادي نوجدوا. فاليوم قلت نشارك معكم واحد الطبق اللي صراحه كيجي رائع ولذيذ وغني بزاف. فعلاش لا نخرجوا شويه من يعني على حسب كل نهار والموجود ديالو، نخرجوا من اجواء ديال المعجنات والتمر وداكشي، نوجدوا شي حاجه اللي هي صحيه وكيبغيوها الوليدات ونبغيوها حتى حنا وناكلوها. على بركه الله كنمشيو نجيبوا واحد المقله ديال البايله من طبيعه الحال اللي ما كتلصقش لينا. فغادي نديروا فيها الزبده والزيت، نص كاس ديال زيت الزيتون، واحد المعلقه ديال الزبده ومع شويه ديال الملحه. كنجيبوا جنيوحات ديال الدجاج كنديرهم يتشحروا، كنسدو ونخليهم حتى يتشحروا لنا مزيان. جنيوحات خصهم حتى يتحمروا لنا مزيان، نبقاو مره نحلوا عليهم نقلبوهم لهاد الجهه ولهاد الجهه ونخليهم يتحمروا ويشدوا في راسهم مزيان. كنجيبوا طريفات ديال الحوت ديال الفرخ حتى هما يتحمروا معنا، حتى هما نقلبوهم هكا وهكا تيشدوا لنا اللويين حتى هما يتحمروا. كنجيبوا شويه د الكالامار، واللي ما بغاش يدير الكمالاخ الكالامار ممكن يدير سيبيا، ممكن يستغنى يدير شويه د الكروفيت. فكيبقى لكم الاختيار ديال البايله حنا عارفينها، يعني فهمت، هي الدجاج وشويه د الحوت وشويه د الكروفيت وشويه د الكالامار. فهذا هو يعني لا باز ديال البايلا مع الروز وهذا. فممكن اننا نستغناو على شي حاجه الا ما كايناش، ولكن من الاحسن تكون، من الاحسن ولو نديرو غير شويه ويكون كلشي. بعد ما تحمر لينا الدجاج الجنيوحات مزيان تحمروا مزيان، حيدناهم وغادي نبداو نحيدو في الطريفات ديال الحوت، وغادي نحيدو داكشي كامل من المقله، طرف بالطرف نحيدو، اللي بان تحمر نحيدو صافي. نبداو نهزو في نخويو المقله باش نكملوا فيها باقي الوصفه. حنا ملي كنبداو نقليو فيهم عارفين ان سواء الدجاج ولا الحوت كله كيطلق الماء. هاد الماء اللي كيطلق ما غاديش نستغناو عليه، فيه غادي نشحروا الخضيره اللي غادي نطيبوا بها البايله ديالنا. فهاد الماء راه تيكون لذيذ بزاف. غنضيفوا البصيله اللي تكون مشلضه، هي واحد المطيشه، بصله واحده ومطيشه واحده، غنضيفوهم هنا يتشحروا في هذيك لاصوص اللي طلق لينا الدجاج والحوت. غنضيفوا الثومه، غنضيفوا سكينجبير يعني طري ولا بودره، فاللي عندكم. انا ضفت هنا طري، يمكن لكم تضيفوا البودر ما كاينش مشكل. حنا هنا درنا الخرقوم بلدي، واحد المعلقه ديال الخرقوم بلدي، البزار، نضيفوا شويه د الملحه لاننا درنا الملحه في الاول غير شويه باش ما يتحمروش لنا دوك سميتو عليهم الجنيوحات، وهذا باش ما يتحمروش بلا ملحه. فضفنا شويه د الملح، دونك هنا نزيدوا شويه د الملحه، مطيشه د الحك والابزار، وواحد الملعقه صغيره ديال عطريه د الحوت، وورقه ديال سيدنا موسى. نعاود معكم العطريه اللي درنا الثومه، سكينجبير بالطري او بودر ما عندناش مشكل، ورقه ديال سيدنا موسى، معلقه ديال الخرقوم، الابزار مع الملح، شويه مطيشه د الحك، واحد المعلقه، ومعلقه ديال العطريه، معلقه صغيره ديال العطريه د الحوت، وورقه سيدنا موسى. غنخلطو مزيان وغنضيفو خيزو مقطع رقيق وجلبانه شويه واحد حفنه ولا المهم كيبقى دائما بعد ضفنا العطريه د الحوت، شويه خيزو، شويه جلبانه، تقريبا واحد رويبعه. بالنسبه للجلبانه ندير واحد 250 غرام ولا 300. عارفين جلبانه اصلا درنا 250 غرام، بحال هذا تعطينا غير قل تعطينا النص ديالها. هنا نمشيو نصايبوا المرق اللي غادي نمرقوا به البايله ديالنا. كناخذوا القشور ديال القمرون، كناخذوا القشور ديال القمرون مع ورقه سيدنا موسى والربيع، وناخذوا معها طريف ديال الحامض، ازير، الزعتر،
والابزار. بغيتو ديروا اللي عندكم هذوك الابزارات الخمس، ما كاينش نديروا شويه د الابزار، من الاحسن يكون حبوب حيت باش ما هذا. ونضيفوا شويه د الملحه، بشور الحامض، الثومه، ونضيفوا الماء، واحد نص ديال الماء، ونخليوه يغلى. كنجيو المقله بعد ما تشحرنا داك الخيزو والجلبانه مع البصله والمطيشه، كنضيفوا الفلافل اللي كيكونوا مشويين، فلفله خضراء وصفراء وحمراء، كنشويهم ونقطعوهم هكا بالطول وكنضيفوهم، كنقطعوهم هكا شرائح رقيقه وكنضيفوهم. الفلفله من الاحسن تكون مشويه، لان مشويه كتكون لذيذه بزاف. بالنسبه للفلفله ملي ما كنشويوش كنضيفوها هكاك، مع ملي كطيب كتولي فيها ديك الجلده، فما ما كتبقاش باينه الفلفله مزيان. هنا كنجيبوا الروز، نص كيلو ديال الروز اللي كنكونوا اصلا رطبناه واحد 10 دقائق قبل في الماء، وبعدنا غسلناه رطبناه واحد 10 دقائق في الماء صافي. وكنجيبوه خصو يتشحر مزيان مزيان حتى هو. ملي كيتشحر ما فاش كنقليوه حتى هو مع الخضر داكشي. فالروز دائما حتى لو باغي نديروه غير سلطه ولا شي حاجه ضروري خصنا نشحروه. كنرطبوه شويه وكنقليوه شويه في الزيت اولا الزبده، اولا الزبده والزيت، باش كيبقى مفرز روزه يعني وحده حبه حبه روزه حبه حبه هكا، ما كيتلصقش لينا الروز. دائما خليها في راسكم وصيه الروز، ولو يكون عندنا الروز هذاك اللي كيتعجن هذا، فإلا شديناه رطبناه في الماء واحد شويه، واحد 10 دقائق وهذا، ومن بعد قليناه يعني صوتيناه في شويه الزيت وهذا، وعاد في هذيك المقله ولا الكاسرونه اللي دورناه فيها، كي ملي كنطيبوه راه كيبقى مفرز حبه حبه. زدنا الربيع في المقله هنايا، زدنا الربيع ومازال غادي نزيدو الربيع في الاخر عاوتاني. زدنا الربيع وغادي نزيدو الصلصات عندنا الصلصه ديال الصوجه الخفيفه لايت معلقه، وصلصه المحار معلقه، وصلصه السمك معلقه. بعد ما ضفناهم خلطنا عاوتاني، تشحر داكشي مزيان يتقاد صافي. هنا نبداو نستفوا دوك الجنيوحات ونستفوا الحوت ونستفوا داك شويه الكلامه هذا، باش كل بلاصه اللي جا في شي بلاصه ياكل من كل شيء. يعني كل بلاصه نحطوا فيها شويه شويه من كل حاجه، ونمرقوه بالماء القمرون. غادي نمرقوه ونسدو عليها ونخليو البيله ديالتنا كطيب. الا بانت لينا نقصات ولا وكحات وكان باقي ما طابش ولا شي حاجه، فهي اصلا ما كتاخذش الوقت بزاف، فممكن نزيدو شويه مره نزيدوها شويه د الماء باش ما تحرقش وصافي. نغطيو ونخليوها الوقت الكافي ديالها، نمهلو البوطه ونخليوها طيب. كنمشيو ناخذوا واحد شويه د الكروفيت بالقشور ديالو، غنسوطيوه في واحد شويه ديال الزبيده ولا الزيت ولا هذا اللي موجود. فهو من الاحسن نخلطوا الزبيده والزيت، ما كانش ممكن نديروا غير الزيت بوحدو. فكنسوطيوهم هكا، نقليوهم مزيان من النهايه ياخذوا لنا اللون ويطيبوا صافي. هنا البيضه ديالتنا بعد ما طابت كنجيو نزوقوها، نقادو نديرو تزيين. نجيب واحد طرونش ديال حامضه نقطعوها طرونش ونزوقو بها هكا. هذوك الكريفيطات اللي حمرناهم في المقيله نفس الشيء حتى هما هي يعني مازال تبغي بوزروق وتبغي الكريفيط وتبغي، ولكن الله يحسن العوان الا جينا نديرو داكشي غالي بزاف. فعلاش لا الانسان يقضي باللي عنده شويه دجاج شويه ديال الحوت اللي موجود. فهي البايله راه هي ديك التخميله ديال ملي كيكون شايط لنا الدجاج شايط لنا الحوت شايط لنا هذا، فكنوضو نجمعوا داكشي وكنديروا به البايله نورمالمون. هذه هي وهي وغادا كتطور، ودابا راه ولات كتصاوب من يعني بانواع الحوت الغاليه. الشكل النهائي هو هذا، نتمنى انكم تجربوها. صراحه كتجي لذيذه بهذه الطريقه هذه. الروز كيبقى حبه حبه مفرز، ما كيتجمع ما حتى شي حاجه. الخضيره كلشي كتجي بنينه بنينه بنينه. نتمنى انكم تجربوا الوصفه، ولا جربتوها وعجبتكم ما تنساوناش من انكم تقولوا لنا كيف جاكم الطبق. وحتى لهنا كنقول لكم اللي ما مشاركش عندنا في القناه وزارنا لاول مره يتشارك، ودعمونا بلي لايك وبارطاج مع الاهل والاحباب، وهكذا يعني القناه كتكبر بكم ان شاء الله. الى حتى لهنا كنقول لكم بسلامه، الى اللقاء، وبشركم مبروكه بالصحه والسلامه وطول العمر للجميع ان شاء الله يا ربي. ونتمنى ان الطبق يعجبكم،
والبايله تعجبكم وديروها كوجبه في الفطور ديالكم ان شاء الله في رمضان، ومن غير رمضان يكون طبق رئيسي في الغداء. مع السلامه، الى فيديو قادم ان شاء الله.